هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى. هذا أنا صلاح محمد زين الذي سأقدم لكم ساعة اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر. بعد نشرة الأخبار سنقدم لكم أولى سلسلة برامج ولقاءات خاصة بالذكرى 14 لاعتقال كبار مسؤولي الدولة والصحفيين في مثل هذه الأيام من سبتمبر عام 2001. فاصل وتأتيكم نشرة الأخبار. متابعة مفيدة نرجوها لكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة
الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينتصر. صوت المنتدى. هذه عناوين أخبار ساعة اليوم. أنباء عن تردي الحالة الصحية لإسياس أفورقي. النظام يحاصر قوات دمحيت المتبقية في إريتريا ويحتجزها في منطقة معزولة. إلى تفاصيل الأخبار. تفيد الأنباء الواردة إلينا بشأن صحة الطاغية إسياس أفورقي بأن طبيبه الشخصي قد طلب منه لزوم السرير والابتعاد عن العمل ومشاغله وتلقي العلاج لتردي حالته الصحية أكثر من ذي قبل. وأكد الطبيب الإيطالي الذي يتابع الحالة الصحية للرئيس لحظة بلحظة تردي حالة إسياس الصحية بشكل مريع، مما يتطلب الراحة والمتابعة العلاجية المستمرة لفترة طويلة. وأفادت مصادرنا بأن الطاقي الذي يتلقى العلاج 4 مرات في الأسبوع ظل يلزم السرير بشكل سري في المشفى الخاص بقصر الرئاسة المعروف بجبي كلما تردت حالته الصحية. هذا ويحاول الرئيس الذي يصارع المرض منذ فترة طويلة إخفاء مرضه خوفا على سلطته من المقربين الذين يتربصون به، وذلك بمحاولة الظهور وكأنه يتمتع بصحة جيدة، غير أن هزال جسده ومعاناته الصحية أصبحت حديث الشارع والمنتديات الخاصة في أسمرة وبقية المدن الإريترية. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن القوات المتبقية من الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة بدمحيت يتم ملاحقتها وتجميعها في منطقة معزولة بمديرية نقفة في الشمال الإريتري. وتأتي هذه التطورات بعد أن تمكنت قوات تعد بالمئات من عبور الحدود إلى مدينة حمدايت السودانية المتاخمة للمثلث الحدودي بين السودان وإريتريا وإثيوبيا، بعد معارك شرسة مع قوات حرس الحدود والقوات الخاصة الإريترية التي حاولت ملاحقتها ومنعها من عبور الحدود إلى إثيوبيا. وأضافت المصادر أن الوحدات المتبقية في إريتريا من دمحيت بعد تمكن رئيس الحركة السيد مولا أسجدوم من العودة برفقة قوى بكل عتادها إلى إثيوبيا، إن القوات الخاصة الإريترية تقوم بمحاصرتها وتجميعها بعد انتشارها في براري جلوج وسط مزارع المنطقة إثر اندلاع المعارك بين الطرفين، والتي أدت إلى موت 14 جندي من منتسبي الخدمة الوطنية و7 من القوات التابعة للجيش الشعبي و3 من القوى الخاصة التابعة لقوات الدفاع الإريترية. كما يقوم النظام بصورة هستيرية بتجميع مسلحي بقية فصائل المعارضة الإثيوبية عدا حركة كومبوت سبات التي يتزعمها برهانو نجا والمنتشرين في قطاعات واسعة في البلاد في مراكز للاحتجاز. من جهتها أعلنت إثيوبيا عبر تلفازها الرسمي مساء الأحد عن وصول أكثر من 800 جندي من قوات دمحيت بقيادة الجنرال مولا أسجدوم إلى إثيوبيا. وكشف البيان الصادر عن قوة المهام المشتركة لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبية النقاب عن أن الجيش السوداني تصدى لقوات إريترية كانت تلاحق قوات الفصيل الإثيوبي المعارض، ومكنت من تأمين وصوله إلى عمق الأراضي السودانية. ورحب البيان بوصول قوات الجبهة الديمقراطية إلى إثيوبيا واصفا عودتها إلى البلاد بالانتصار الكبير، وقال إن الانتصار جاء عقب اتصالات سرية جرت بين جهاز المخابرات الإثيوبية وقوات الجنرال أسجدوم واستمرت لعام كامل. وأشاد البيان بما وصفه دور الحكومة السودانية في حل الأزمة، واصفا ذلك الدور بالتاريخي الذي لن ينساه شعب وحكومة إثيوبيا، مضيفا أن السلطات السودانية نقلت قوات المعارضة الإثيوبية بقيادة أسجدوم إلى إثيوبيا وقدمت لها كل المساعدات الإنسانية واللوجستية.
هذا ويذكر أن العصبة الحاكمة في أسمرة ظلت تستخدم قوات الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي في عمليات مزدوجة، منها استخدامها في الحفاظ على سلطتها بتكليفها بمهام الحراسة لأهم الأماكن الاستراتيجية والقيام بالتفتيش ومضايقة المواطنين واستفزاز مشاعرهم بانتشار قواتها في نقاط التفتيش التي من المفترض أن تقوم بها وحدات من الشرطة أو قوات الدفاع الإريترية. وحسب العديد من المراقبين فإن هروب رئيس التنظيم الإثيوبي المعارض بمعية المئات من مقاتليه يعد ضربة قوية للعصبة المغامرة. انتهت النشرة. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينكسر. الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي السماء ويقنع بالعيش عيش الحجر. ألعن من لا يماشي السماء الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد صوت المنتدى.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعي ومستمعات صوت المنتدى في هذا البرنامج الذي نخصصه للحديث عن المجموعة الإصلاحية التي عرفت بجي 15، وهم قادة كبار في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا قبل التحرير وبعده، ووزراء وأعضاء برلمان زج بهم رأس العصابة الحاكمة إسياس في قياهب معتقلاته منذ 14 عام، فقط لأنهم طالبوا بإصلاحات سياسية وتفعيل الدستور وإشراك الشعب في إدارة شؤون بلاده. للمزيد حول هذا الموضوع نستضيف أنا وزميلتي آمال علي المناضل أحمد القيسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ القيسي. مساء الخيرات. قبل الدخول مباشرة في التعريف بأعضاء مجموعة الجي 15 أو مجموعة ال15 وماهية طرحها في ذلك الوقت، كتمهيد نبدأ. الشاب أحمد صالح القيسي كيف التحق بالثورة؟ ما هي كانت الخلفية؟ وبمن التقى في بدايات تأسيس أو بدايات التحاقه وانخراطه في الثورة الإريترية؟ تفضل. البدايات، أنا قدرت أثمر بشكل مبكر جدا. نعم. فمغادرتي كانت إلى اليمن، وعشت فترة في اليمن حتى حصلت على الثانوية العامة، ثم من بعدها منحة إلى دمشق. كانت مصادفة تاريخية أني جئت إلى دمشق. أيامها دمشق كانت تمثل نوع من القاعدة بالنسبة للثورة. فاللي حدث في مكتب دمشق بدأت أتعرف على كثير من الأخوة المقاتلين. هذا كان سنة 1968. وهكذا الأجواء العامة والظروف العامة التي كانت تحكم الثورة الإريترية في هذا الزمن كانت نقاشات كثيرة، وجو كثير من الرفاق على رأسهم الأخ أبو بكر محمد حسن، وكان أول خريج جامعي من جامعة عين شمس القاهرة إلى دمشق. قبلها تعرفت بإبراهيم عافا، أيضا بالأخ علي سيد. علي سيد أنا كنت أعرفه من زمان في أسمرة، إنما معرفة عن بعد. والأخ حسن حمد أمير، ورفيق الدرب الأخ أحمد طاهر بادوري، باعتبار بادوري جاء إلى دمشق لمواصلة دراساته العليا في جامعة حلب. نعم. وهكذا كان الانخراط عميق جدا من خلال هذا الأخوة، ومن خلال النقاشات التي كانت تدور بيننا حول الأوضاع العامة، وكانت ساخنة بالفعل في هذاك الظرف. والأشياء التي يجب أن تكون لنا فيها إسهام لتصحيح المسار. قد يكون الطموح كبير جدا بالنسبة لنا، إنما كنا ننظر إلى هذه المسائل على أساس أنها واجب يجب أن يتم. هذه كانت بداية المدخل إلى قضايا الثورة الإريترية. تدريجيا مع الزمن بقينا في دمشق أنا والأخ أحمد هلال، نعم. والأخ أحمد طاهر بادوري، وبدأنا ننسق على أساس بداية تكوين خلايا ذات توجه ديمقراطي. إلى جانب الأخوة اللي ذكرتهم كانوا متحمسين لهذه الأشياء، فكان القرار حاسم بالنسبة للأخ أبو بكر محمد حسن. إذا كان هناك من تصحيح، وإذا كان هناك من أمل للتغيير، يجب الالتحاق بالثورة وليس إدارة الأمور عبر ريموت كنترول عن بعد. فلذا اتخذ القرار على أساس أن نتواجد الجميع في الميدان. نعم. وهكذا بدأت المسيرة. الكلام هذا كان سنة 1900 وبداية 71. جيد. هكذا كان التحاقي بالثورة الإريترية. طيب، في أي منطقة من ميدان الثورة الإريترية نزلت في بداية، وبمن التقيت؟ الرحلة كانت كالآتي. الأخوة إبراهيم عافا أجى من كوبا
توجه إلى الميدان في بداية تأسيس قوات التحرير الشعبية. طبعا مجموع هؤلاء الرفاق لم يكونوا مقتنعين بأوضاع جبهة التحرير الإريترية آنذاك، وكان الأسهل والأقرب لعملية تصحيح المسار أو إيجاد البيئة المناسبة لعملية التصحيح يجب أن تكون من قوات التحرير الشعبية. قد تكون هناك اعتبارات، بمعنى أن معظم الأخوة ينتمون إلى تلك المنطقة، لهم معرفة برفاق موجودين في الميدان متحمسين لعملية التصحيح. يعني كانت العوامل الموضوعية والذاتية متوفرة إلى جانب قوات التحرير الشعبية. ولكن من سوء الطالع أن قوات التحرير الشعبية وبداية تأسيسها في سدوحة عيلة لحضور إبراهيم وأبو بكر وغيرهم، بعد فترة وجيزة لم توفق، حصل انقسامات، انسحبت القوات التي جاءت من الساحل وما يعرف أيامها بمجموعة طيارة، وعادت عبر السودان إلى منطقة الساحل. الأخوة أبناء قومية التجرينية أيضا كان لهم كثير من التحفظات في تكوين القوى وإلى آخره. بعضهم انسحب وعاد إلى القرى في المرتفعات، وبعضهم التحق مباشرة بالمجموعة الذي هرب وكان يقودها سياسة فرقي في منطقة عالة ومرتفعات شمال أسمرة. فهكذا كانت البداية. أنا تقريبا العنصر الوحيد الذي دخلت متأخر إلى الميدان. برضو نزلت في دنكاليا، لكن دنكاليا في الشمال في منطقة بوري، وكانت كنت آخر الأفراد اللي التحقوا بالمجموعة. نعم. التحاقي كان سنة 1971، أعتقد كان في شهر إبريل أو مارس على ما يبدو لي. فمن هنا تبدأ رحلة الثورة إلى إعلان الاستقلال. أي إذن أستاذ أحمد، هذه البدايات في انضمامك لصفوف الثورة الإريترية في مطلع السبعينات ونزولك في الميدان وسط مجموعة من المقاتلين، هم اليوم يشكلون الأسماء التي سنتحدث عنها في الذكرى 14 لاعتقالهم للأسف. نعود لنفس المكان لنتحدث عنهم. هل قبل أن نتحدث عن مسألة الاعتقالات وما يحدث الآن في إريتريا، هل لنا أن نعود قليلا أيضا لتلك الفترة التاريخية وتحدثنا عن علاقاتك الشخصية وارتباطاتك بهؤلاء المعتقلون، مجموعة 15 من يعني مسؤولي الحكومة الإريترية ومناضلين سابقين مؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا؟ أستاذ أحمد. قد يكون معظم الناس اللي كونوا ما يسمى بمجموعة 15 ليسوا كل تلك العناصر كانت موجودة في ذلك الوقت. يعني نعم. الشخصية البارزة من مجموعة 15 واللي كانت متواجدة لحظة ما التحقت بالثورة هو الأخ محمود شريفو، وأول شخص التقيت به في اللحظة اللي وطأت فيها قدمي الساحل الإريتري. نعم. بقية العناصر طبعا تشتتت في دروب مختلفة ونهايات مختلفة. مثلا وفاة الأخ ولا استشهاد الأخ علي سيد، استشهاد الأخ أحمد هلال، استشهاد الأخ أبو بكر محمد حسن، من الجماعة اللي التقيتهم في اللحظة هذه ومجموعة الجروب بتاعتنا زي ما تقول. فالمتبقين على قيد الحياة يمكن أحمد طاهر بادوري، رمضان محمد النور، مسفن حقوس أعتقد كان في هذه الفترة في دنكاليا. فأنا
أنا المركب اللي جيت به أصلا كان يحمل أسلحة وإلى آخره، فالناس كانت مشغولة بعملية الأسلحة والأمور هذه، وفي جزء من المجاميع على طول أخذت ما تيسر من تلك الأسلحة وانسحبت مباشرة من الموقع، نتيجة كان في كلام إنه في تحركات إيجابية هناك. فالشخصية البارزة من جماعة جي 15 اللي التقيت بها في أول لحظة وصولي إلى الميدان هو الأخ محمود شريف. نعم. إذا يعني بالعودة أيضا وما زلنا في بدايات التحاقك بالثورة وعلاقاتك على المستوى الإنساني اليوم، قبل أن نخوض في الموضوع سياسيا من خلال هذه المقابلة أستاذ أحمد. يعني اليوم ونحن نقف على يعني 14 عاما من الاعتقال، وأنت ربطتك بهم علاقة إنسانية قبل كل شيء. هل حدثتنا يعني عن يعني هؤلاء الأشخاص ومشاعرك يعني اليوم وأنت تتحدث عنهم في بعد سنوات طويلة من الغياب؟ والله أنا أقدر أقول هي محطات. إذا كنا نربط هؤلاء الأفراد ليس جي 15 ولكن بصورة عامة من البدايات، هي محطات كانت فيها كثير من الصدمات برغم الإنجازات العظيمة التي أدخلوها هؤلاء الرفاق. مثلا بعد تحركنا من دنكاليا نحن رحنا مباشرة إلى قدم، وكان في اجتماع في قدم، وتعرفت لأول مرة بالأخ محمد علي عمره. نعم. أيضا بعدها بأيام جاء سياسة أفريقي للقاء بالقيادة بتاع ما يسمى بالجانب الأول والتنسيق بينهم، إنما سبقتها مسألة واحدة، إنه الكل كان مقتنع بضرورة تأسيس حزب يساري قائم على النظرية الثورية اللي هي بطبيعة الحال الماركسية اللينينية أيامها. بعدها بأيام مباشرة طلب مننا على أساس إنه حيحصل اجتماع، وأذكر التاريخ بشكل محدد يوم 4 شهر 4 1971. هنا كانت بداية تأسيس الحزب، ما يعرف بالحزب السري للجبهة الشعبية. أسس في تلك اللحظة وما زال التنظيم قوات التحرير الشعبية وما زال التنظيم منقسم وإلى آخره. والعناصر اللي جاءت من دمشق بالإضافة إلى محمد علي عمره، بالإضافة إلى سياسة أفورقي ومسفون حاجوس مع شو إمباي، أضيفوا لهذه الكوكبة اللي جاءت من دمشق، وبدأ تأسيس الحزب، حزب الشعب الثوري، كحزب يجمع القوى الديمقراطية لإحداث التغيير في الساحة الإريترية. هذا اللي كان المقصود. فأسس وعمل له برنامج وأشياء من هذا النوع. إحنا المجموعة هذه اجتمعت وقررت، ورغم الاجتماع ما طال لأنه حصل إن الإيثيوبيين عملوا عملية إنزال للقوات البحرية بتاعتهم لموضوع، كانت في طائرة سقطت في المحيط اللي عقدنا فيه الاجتماع، فكان الاجتماع جدا مختصر وكان في تفاهم. من جملة القرارات اللي اتخذها الاجتماع انه يبقى الجانب الاول كما هو والجانب الثاني يبقى كما هو، وكانت هناك حساسيه حول هذا الموضوع لانه الجانب الثاني كان قوامه كله من ابناء قوميه التجرينيا، وهذه كانت تسبب نوع من الحساسيه. انما لظرف معين ولظروف معينه عاشتها هذه القوميه في فتره الستينات، يجب ان تكون هناك مرحله انتقاليه لخلق نوع من الثقة، وأن يلعب الحزب دور في دمج كلا القوتين. هذا أكبر إنجاز حقق، وعمري التنظيمي لا يتجاوز 16 يوما، وهذه مفارقة في التاريخ. بعد 20 سنة أنا إسياس في نقاش عادي أثار هذه المسألة وأجا قال أنا لما أسسنا الحزب وحضرنا لم أكن مقتنعا بك ولم أكن مقتنعا ببادوري ومعش باين. هو يقصد أنه أنتم صغار جدا على التجربة، وما
عاملين فيها مفكرين كبار حتى تفرضوا حاجة من هذا النوع، كان سياقة الكلام. لكن الكلام أجى بعد 20 سنة، يعني بعد ما ناس أثبتت فعلا الجدوى من الخطوة اللي عملتها، ودخلت نوع من الالتزام أمام جماهيرها وشهدائها وشعبها. هذا هو الحدث رقم 1. بعدها مباشرة تم عملية ما يسمى بالتخليط للجانب الأول، وأعطيت أسلحة وذخائر للجانب الثاني، الأشياء اللي كانت متوفرة للجانب الأول. وبدأنا في تشكيل ما يسمى التنظيم الثوري، أقصد اللي هي قوات التحرير الشعبية اللي عرفناها بعدين. نعم. لكن جت محطات أدت إلى اختفاء العناصر الأساسية، سواء كان من الحزب أو من الجبهة. بعدها بفترة استشهد الأخ أبو بكر محمد حسن في الحرب الأهلية، وهذه كانت كارثة بكل المعاني. أنا إلى يومنا هذا أعتبر استشهاد هذا الإنسان كانت خسارة فادحة للثورة الإريترية، مع احترامي للكل. لكن أعتقد أنه هذا الرجل كان له دور يقدمه إسهام عظيم لتجربة الثورة الإريترية. جلسنا فترة قصيرة، استشهد الأخ أحمد هلال، وهكذا دخلنا في متاهة فقدان الرجال الحقيقيين. هذه كانت التجربة الأولى، واللي سببت لي صدمة ما في شك إلى يومنا هذا. ثم جاء سياس بعد أن حكم إريتريا وكمل الشابتر بإنهاء ناس هم صنعوه أصلا. سياس لا يساوي شيء دون هؤلاء الناس، لكن جت ظروف تاريخية معينة تخلص من هؤلاء الناس، وانفرد بالسلطة وانفرد بالقرار وانفرد بالاستمرار في العبث اللي نشاهده إلى يومنا هذا. طيب، لازلنا لم ندخل يعني في لب الموضوع، ولكن هو تمهيد، وتمهيد يقودنا إلى الدخول إلى تفسير ما حدث في بعد الجولة الثالثة من الحرب الإريترية الإثيوبية اللي هي بدأت في 1998 وانتهت في 2000. خلينا نقول قبل أن يحكم سياسة إريتريا، هل كانت هناك بوادر خلاف أو مبادرات للإصلاح؟ هل كان هناك من يختلف مع سياسة في طريقة حكمه أو في طريقة تسييره للتنظيم بالأصح؟ لا، الواقع لا يمكن الحديث بحيث انه واحد يقول انه والله لم يكن هناك خلافا. الناس كانت تختلف، ولكن كانت تختلف من باب الاجتهادات. كلنا كنا بهذه الطريقة، لكن خلاف عميق يؤدي إلى انقسام ما كان موجود، ولا كان في تفكير الناس إطلاقا، لسبب بسيط جدا. عملية دفع التناقض إلى حد الانقطاع مسألة في منتهى البساطة يعني. إنما المصلحة العليا في استمرارية الثورة، المصلحة العليا في عدم المس بالنضال الوطني مقابل اجتهادات أو رؤى تؤدي إلى هذا الانقسام، هذا كان شيء مستبعد في قيادة الجبهة الشعبية. أنا شخصيا حصل بيني وبين سياس خلاف وأدى إلى سجني، لكن وأعرف أنا في ناس وقفت مواقف رائعة جدا فيما يتعلق بموضوعي من G15 وعلى رأسهم كان شريفه. لكن الكل كان يحرص أنه أي قضية يجب ألا توصل بنا إلى حد القطيعة والانقسام والتشتت. أنا أعتقد هذا الشيء لو كان متوفر بنسبة معينة حتى في تجربة جبهة التحرير، أعتقد أن جبهة التحرير كانت تجنبت قضية الانقسامات والخروج من الميدان. أنا عندي قناعة أن سبب انهيار جبهة التحرير ليس لقوة الجبهة الشعبية. الكلام هذا هو تحصيل حاصل، يعني ما حدث بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير تحصيل حاصل. لكن لا يمكن أن نقول أن عضلات الشعبية كانت أكبر من عضلات جبهة التحرير وأدت إلى خروجها من الميدان. أنا
باعتقادي السبب الرئيسي والعميق اللي أدى إلى تشتت الجبهة التحرير الإريترية وخروجها من الميدان هو الخلافات الداخلية الذي أنهكت التنظيم. ففي الجبهة الشعبية كان في حرص من الأمور ما تصل إلى هذا المستوى. في ناس كثيرين الآن من باب المزاودات يقولون الناس هذول ليش يتكلموا الآن؟ ليش ما تكلموا بدري؟ يا عمي كان عندك بلد أنت بدري حتى تتكلم. ناس كانت تحافظ على بلد وشعب أكثر من أن يكون في نزوة بتاع تنظيرات سياسية أو خلافي مع فلان وعلان. ناس كانت تضغط على نفسها وتضغط على أمور كثيرة وتتجاوزها حرصا على سلامة وحدة التنظيم، وإلا كانت المسألة في منتهى البساطة. يظهر أي تناقض وفي النهاية كلنا نشرف إلى كسلة ومقاهي كسلة ومقهى عرتات في جدة. المسألة كانت في منتهى البساطة، يعني ما فيها أي شيء. فعملية المزاودات، نحن في زمن سيء على كل حال وزمن خبل وهبل. ليس هناك تقدير للموقف. قوة الجبهة الشعبية استمدت من أنها حافظت على وحدتها، وكوادرها وقياداتها كانت تتعالى وتتسامى على كثير من الأمور مضحية من أجل هدف واحد، أنه التنظيم هذا يبقى متماسك حتى النهاية وهزيمة العدو الإيتيوبي. فكانت في كثير من الأمور، لكن ما كانت الناس تندفع باتجاه تعريض التنظيم للخطر. أيوة. نعم، هنا أستاذ أحمد، يعني قوة التنظيم في كونه أنه هو كان تنظيم متماسك ويعني متجاوز لخلافات أساسية. يعني الكثير يحلل هذا بأنه التنظيم كان هو تنظيم عسكري، يعني حتى في طريقة إدارة الخلافات وغيره. يعني كون تنظيم الجبهة الشعبية تمكن من تحقيق الإنجازات هذه كلها نتيجة للطبيعة العسكرية التي تحكم العلاقة بين أفراد التنظيم، وهذه كانت على حساب الوعي السياسي، أو لنقل المساحة السياسية التي تتيح مجال للاختلاف ولمجال لتأسيس لمفاهيم ديمقراطية، وهي التي دفع ثمنها أعضاء التنظيم لاحقا، يعني كما نرى اليوم. أستاذ أحمد، ما رأيك في هذا التحليل؟ لا، أنا لا أتفق مع هذا النوع من التحليل. الظاهرة اللي ذكرتيها يمكن جاءت متأخرة في حياة هذا التنظيم. نعم. وسببها الأساسي هو المواجهة العنيفة. يعني مثلا ما حدثت من معارك، مثلا جبهة نادو انتهت في خلال 3 أيام. في جبهة عرضها 40 كيلومتر. الجانب، أنا حتكلم عن الجانب الإثيوبي، يعني خسائره كم كانت وبأي حجم كانت. خسائر الجيش الإثيوبي في خلال 3 أيام 37,000 جندي ما بين قتيل وجريح. حد يقيم لي حروب بهذا الحجم ومعارك بهذه الحدة يمكن أن تقول عليها إنها مجرد حرب عصابات أو مواجهات بتاع جبهة واحدة والسلام عليكم. طبيعة الحرب اختلفت، طبيعة المواجهة اختلفت، نوعية الأسلحة التي تم إشراكها في القتال اختلفت تماما. هذا النوع من التحدي هو اللي يدفعك. المسألة هذه التفكير العسكري الصرف أو المعايير اللي أخذت عسكريا والصرامة هي جت نتيجة ظروف معينة كانت تفرضها حالة المواجهة مع العدو الإثيوبي. أضف إلى ذلك ملاحظة مهمة جدا، إنه العنصر الواعي، العنصر الذي حاصل على مستوى معين من التعليم كان فقد. يعني العناصر اللي بدأت تلتحق بالتنظيم أو التنظيم كان يلحقها نتيجة هي اللي متوفرة في سوق الريف الإريتري، كانت من أكثر المناطق تخلفا في المجتمع. فهذه النوعية لا يمكن أنك تثير قضايا سياسية ذات وزن.
أنا أذكر في تاريخ الجبهة الشعبية في فترة السبعينات كان عملية حتى في التثقيف السياسي، حتى في النقاش العام، كان التمييز بين الموقف الروسي والموقف الصيني، وأي أكثر نقاء للنظرية الماركسية، هل هم الصينيين أم السوفييت. ناس كانت فاضية تحلل. لكن هذه الفئة الاجتماعية الأكثر استنارة، أنا دائما أكرر في كلامي أقول أنه أنتم دفعتم أكثر القوى الاجتماعية حداثة في المجتمع. كلف خلق هذه الفئة الحديثة استعمارين، اللي هو الاستعمار الإيطالي والاستعمار الإثيوبي. أنت عشان تخلق قوى اجتماعية حديثة أنت بحاجة إلى 3 أجيال في أقل تقدير. بطريقة إحصائية دقيقة. أنا حأخذ نموذج الإعلام باعتباري كنت أقود الإعلام. نعم. أنا استلمت الإعلام في السبعينات وكان فيه 128 أعتقد ولا 132 خريج جامعي بمعايير هايلي سلاسي، معظمهم درسوا في أوروبا وأمريكا. هذول كانوا الأعضاء بتاع الإعلام. الصف التاسع والثانوية العامة هذه كانت تؤخذ على أساس حنوظفوا إيش وحنعمل بو إيش. سنة 1984 أو 83 بعد ما يسمى شاتشاي ورار وسلحته وإلى آخره، بقى من 132 فقط 23 عضو، البقية الله يرحمهم شهداء. هذه خسارة فظيعة جدا. أنت تتكلم عن تنظيم وقوات سياسية، يجب أن تتكلم عن المكون الاجتماعي لهذا التنظيم. نعم. أيوة. متابعة لكي تكمل فكرتك بشكل أوضح للمستمع. يعني هنا يعني يمكن أن يكون النقطة يعني لها يعني هدف موضوعي، بحيث أن استشهاد يعني القادة أو المؤسسين للجبهة الشعبية الذين كانوا يمتلكون ملكات وبعد نظر وقدرات سياسية في وقت مبكر من عمر التنظيم، بالإضافة للفراغ الذي كما قلت لنا قبل قليل عبئ بطبقة اجتماعية أو مجموعة هي أقل وعيا سياسيا أو غير متعلمة. هل هذا جعل من يعني السياسة فوقي اليوم وفي تلك المرحلة أكثر وعيا لأن يستغل هذا الوضع وأن يلعب أجندته السياسية في ذلك الوقت، أم أن كل هذه الطموحات وكل هذه الألاعيب ظهرت في وقت لاحق من عمر التنظيم أستاذ أحمد؟ أنا أخذ في مبالغة في فهم هذا الرجل. الرجل كان عنده دور لا ينكر سياسي، صاحب دور في الكفاح المسلح بغض النظر. أنا الرجل لا أسميه أنه كان متآمرا، بالعكس هذا الرجل كان له دور، كان له تصور، كان له مشروع. صحيح في الجبهة الشعبية في خصوصية معينة، وكثيرين هذه الخصوصية يفسروها بطرق عجيبة. الجبهة الشعبية كان نسبة أبناء قومية التجرينية هي أعلى نسبة. من أين أتت الديكتاتورية؟ إخواننا المسلمين اللي يأخذوا حجة إنه والله هذا تنظيم مسيحي، الواحد يسأل عن قيامهم، هم كانوا غايبين فين؟ أخذوا إنه يجندهم حتى يجدوا نفسهم في الواقع أو تنظيم نفسه. في أمور موضوعية يجب أخذها بعين الاعتبار. أولاً التنظيم وتركيبته كان 80% تقريباً 75% تقريباً من أبناء قومية التجرينية. والغريبة في الأمر هذه القومية، وعايز أقولها للتاريخ وللأمانة وأنا غير مستفيد من أي شيء، أعرف عن ماذا أتحدث. قومية التجرينية سوى الجناح الرجعي منها والجناح التقدمي منها والجناح الوسطي منها وإلى آخره، في الصراعات اللي جرت
داخل إطار الجبهة الشعبية يمكن أكثر القوميات التي دفعت ثمن داخل الجبهة الشعبية. يعني مثلا لما جبهة التحرير الستينات القومية التي كانت بالثورة كانت نتيجة انعدام الثورة. هذا الدور الموضوع يعني الواحد ما يبالغ حتى فيه إذا حدثت أخطاءات في أبناء قومية التحرير، ولكن معاناة هذه القومية والصراع الذي دار داخلها كان داخل إطار الجبهة الشعبية. أنت لا يمكن أن تفصل شخصية إسياس عن هذا الكونتكست. إسياس كان الرجل الأكثر واقعية في فهم الواقع. مثلا حركة 73 أنا أعتبرها حركة تتعبق لو لم تكون تقنية لم حركة 73 عمل نحن المسلمين. أنتج حركة 73 ما يسمى بالمنكع هو مستوى التطور الاجتماعي داخل إطار قومية التقليدية، وهذه مسألة صنعها التاريخ وتفاعلات كثيرة أدت إلى هذه المسألة. فلما نشوف النسبة الكبيرة من بعض المثقفين أو من الطلبة الذين بالثورة الآن هواهم يمشي مع حركة 73. السياسة معته بحكم تجربة الناس وفهمهم الواقع كان أكثر موضوعية في إدارة الصراع مع هؤلاء الناس. لذا إيش قصدي أنا؟ قصدي إنه السياسة لم يأتي من فراغ حتى يفرض نفسه، ولم يكن أكثر ذكاء من الآخرين حتى يصنع نفسه ديكتاتورية. في سياق تاريخي أدى إلى هذا، انسجمت مع حاجة اسمها طموحاته، بالذات البلد لما تحرر والمسألة ما عادت قتال وأمور من هذا النوع، ينفرد بالسلطة فلعبها صح. فقصة سياسة صحيح لما أقول أنا جماعة جي 15 لعبت دور في صناعة هذا الصنم. بطرس سلمون مسؤول جهاز من الاستخبارات العسكرية، هذا كان عبارة عن عبقرية في إدارة الاستخبارات في يوم ما. مسلم حقوس كان قائد جبهة نقطة، هو اللي قاد معركة نابل. درع رجل العمل السياسي بالجهاز. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة. هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عنترة، يسكر طول الليل عند بابها، ويجمع الإيجار من سكانها، ويطلب الزواج من نسوانها، ويطلق النار على الأشجار والأطفال والعيون والضفائر المعطرة. هذه البلاد كلها مزرعة شخصية لعنترة، سماؤها، هواؤها، نساؤها، حقولها المخضوضرة، كل الشبابيك عليها صورة لعنترة، كل الميادين هنا تحمل اسم عنترة. عنترة يقيم في ثيابنا، في ربطة الخبز، وفي زجاجة الكولا، وفي أحلامنا المحتضرة، في عربات الخس والبطيخ، في الباصات، في محطة القطار، في جمارك المطار، في طوابع البريد، في ملاعب الفوتبول، في مطاعم البيتزا، وفي كل فئات العملة المزورة. مدينة مهجورة مهجرة، مدينة مهجورة مهجرة، لم يبق فيها فأرة أو نملة أو جدول أو شجرة، لا شيء فيها يدهش السياح إلا الصورة الرسمية المقررة للجنرال عنترة في غرفة الجلوس في ميلاده السعيد
في قصوره الشامخة الباذخة المسورة. ما من جديد في حياة هذه المدينة المستعمرة، فحزننا مكرر وموتنا مكرر ونكهة القهوة في شفاهنا مكررة. فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة الثقافة المدورة واللغة المدورة، ومذ دخلنا المدرسة ونحن لا ندرس إلا سيرة ذاتية واحدة تخبرنا عن عضلات عنترة ومكرمات عنترة ومعجزات عنترة، ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مضجرا يلعب فيه عنترة. لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به، لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به، فالخبر الأول فيها خبر عن عنترة، والخبر الثالث والخامس والتاسع والعاشر فيها خبر عن عنترة. لا شيء في البرنامج الثاني سوى عزف على القانون من مؤلفات عنترة. لا شيء في البرنامج الثاني سوى عزف على القانون من مؤلفات عنترة، ولوحة زيتية من خربشات عنترة، وباقة من أردأ الشعر بصوت عنترة. هذه بلاد يمنح الكتاب فيها صوتهم لسيد المثقفين عنترة، يجملون قبحه، يؤرخون عصره، وينشرون فكره، ويقرعون الطبل في حروبه المدبرة. لا نجم فوق شاشة التلفاز إلا عنترة، بقده المياس أو ضحكته المعبرة، يوما بزي الدوق والأمير، يوما بزي الكادح الفقير، يوما على دبابة روسية، يوما على مجنزرة، يوما على أضلاعنا المكسرة. هذه عناوين أخبار ساعة اليوم. أنباء عن تردي الحالة الصحية لإسياس أفورقي. النظام يحاصر قوات دمحيت المتبقية في إريتريا ويحتجزها في منطقة معزولة. إلى تفاصيل الأخبار. تفيد الأنباء الواردة إلينا بشأن صحة الطاغية إسياس أفورقي بأن طبيبه الشخصي قد طلب منه لزوم السرير والابتعاد عن العمل ومشاغله وتلقي العلاج لتردي حالته الصحية أكثر من ذي قبل. وأكد الطبيب الإيطالي الذي يتابع الحالة الصحية للرئيس لحظة بلحظة تردي حالة إسياس الصحية بشكل مريع، مما يتطلب الراحة والمتابعة العلاجية المستمرة لفترة طويلة. وأفادت مصادرنا بأن الطاقي الذي يتلقى العلاج 4 مرات في الأسبوع ظل يلزم السرير بشكل سري في المشفى الخاص بقصر الرئاسة المعروف بجبي كلما تردت حالته الصحية. هذا ويحاول الرئيس الذي يصارع المرض منذ فترة طويلة إخفاء مرضه خوفا على سلطته من المقربين الذين يتربصون به، وذلك بمحاولة الظهور وكأنه يتمتع بصحة جيدة، غير أن هزال جسده ومعاناته الصحية أصبحت حديث الشارع والمنتديات الخاصة في أسمرة وبقية المدن الإريترية.
أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن القوات المتبقية من الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة بدمحيت يتم ملاحقتها وتجميعها في منطقة معزولة بمديرية نقفة في الشمال الإريتري. وتأتي هذه التطورات بعد أن تمكنت قوات تعد بالمئات من عبور الحدود إلى مدينة حمدايت السودانية المتاخمة للمثلث الحدودي بين السودان وإريتريا وإثيوبيا، بعد معارك شرسة مع قوات حرس الحدود والقوات الخاصة الإريترية التي حاولت ملاحقتها ومنعها من عبور الحدود إلى إثيوبيا. وأضافت المصادر أن الوحدات المتبقية في إريتريا من دمحيت بعد تمكن رئيس الحركة السيد مولا أسقدوم من العودة برفقة قوى بكل عتادها إلى إثيوبيا، إن القوات الخاصة الإريترية تقوم بمحاصرتها وتجميعها بعد انتشارها في براري قلوج وسط مزارع المنطقة إثر اندلاع المعارك بين الطرفين، والتي أدت إلى موت 14 جندي من منتسبي الخدمة الوطنية و7 من القوات التابعة للجيش الشعبي و3 من القوى الخاصة التابعة لقوات الدفاع الإريترية. كما يقوم النظام بصورة هستيرية بتجميع مسلحي بقية فصائل المعارضة الإثيوبية عدا حركة كومبوت سبات التي يتزعمها برهانو نجا والمنتشرين في قطاعات واسعة في البلاد في مراكز للاحتجاز. من جهتها أعلنت إثيوبيا عبر تلفازها الرسمي مساء الأحد عن وصول أكثر من 800 جندي من قوات دمحيت بقيادة الجنرال مولا أسقدوم إلى إثيوبيا. وكشف البيان الصادر عن قوة المهام المشتركة لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبية النقاب عن أن الجيش السوداني تصدى لقوات إريترية كانت تلاحق قوات الفصيل الإثيوبي المعارض، ومكنت من تأمين وصوله إلى عمق الأراضي السودانية. ورحب البيان بوصول قوات الجبهة الديمقراطية إلى إثيوبيا واصفا عودتها إلى البلاد بالانتصار الكبير، وقال إن الانتصار جاء عقب اتصالات سرية جرت بين جهاز المخابرات الإثيوبية وقوات الجنرال أسقدوم واستمرت لعام كامل. وأشاد البيان بما وصفه دور الحكومة السودانية في حل الأزمة، واصفا ذلك الدور بالتاريخي الذي لن ينساه شعب وحكومة إثيوبيا، مضيفا أن السلطات السودانية نقلت قوات المعارضة الإثيوبية بقيادة أسقدوم إلى إثيوبيا وقدمت لها كل المساعدات الإنسانية واللوجستية. هذا ويذكر أن العصبة الحاكمة في أسمرة ظلت تستخدم قوات الحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي في عمليات مزدوجة، منها استخدامها في الحفاظ على سلطتها بتكليفها بمهام الحراسة لأهم الأماكن الاستراتيجية والقيام بالتفتيش ومضايقة المواطنين واستفزاز مشاعرهم بانتشار قواتها في نقاط التفتيش التي من المفترض أن تقوم بها وحدات من الشرطة أو قوات الدفاع الإريترية. وحسب العديد من المراقبين فإن هروب رئيس التنظيم الإثيوبي المعارض بمعية المئات من مقاتليه يعد ضربة قوية للعصبة المغامرة. انتهت النشرة. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.